عبد الصمد الزلزولي انتقل لريال بيتيس حتى 2028. اجي نحللوا هذه الصفقه. في المباريات الاستعداديه ديال برشلونه بان عبد الصمد الزلزولي بواحد المستوى واعر، ولكن فاش بداو المباريات الرسميه ما بقيناش كنشوفوه في التشكيله الرسميه، ما بقاش هو البديل الاول، بل ما بقاتش عنده اهميه. هنا عبد الصمد الزلزولي ما بغاش هذا الوضع ولا كيفكر في الخروج، رغم ان المدرب تشافي بغاه يبقى يلعب في الفريق الكتالوني. باش كيعجبك عبد الصمد الزلزولي ما عزيزش عليه يبقى في الاحتياط. وهنا بزاف ديال الانديه مهتمين فيه في الدوري الانجليزي، ولكن مجرد اهتمام. ونادي ريال بيتيس كان اكثر جديه والتعاقد مع عبد الصمد الزلزولي وعطوه الرقم 7، يعني عنده قيمه في النادي. والمدرب بيليغريني راه مدرب قوي وغيزيد يطوره، وراه غيكون على اللاعب الاخر شادي رياض. يعني ريال بيتيس ولاو عندهم مشجعين مغاربه. وراه الزلزولي مزيان فاش مشى من البارسا، حيت جا منافس قوي وهو جواو فيليكس، رغم انه ما عندوش مستوى ثابت، ولكن غتصعب على الزلزولي الرسميه. ومزيان يمشي ريال بيتيس، وضروري خاص يخدم على الانهاء، حيت كيقدر يراوغ يجري، ولكن كتغيب عليه اللمسه الاخيره، واللمسه الاخيره مهمه بزاف.